عشان تصلح مشروعك تبدأ بالناس ولا بالنظام؟ وده الجزء الرابع من سلسلة أخطر قرارات ممكن توقع مشروعك. وقبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والفولو والشير، ويلا بينا. قرار واحد بس ممكن يكون وش السعد عليك. في الحلقة اللي فاتت وصلنا لنقطة مهمة. لو مشروعك فيه مشكلة في الربحية وقررت توقف وتصلح، السؤال الحقيقي تبدأ بالناس ولا بالنظام؟ تعالوا نحط نفسنا مكان صاحب المشروع. أول حاجة نغير الفريق فورا، تاني حاجة نبني نظام تشغيل واضح الأول، تالت حاجة تدريب الفريق الحالي وتحسينه. وزي ما اتعودنا معانا 5 ثواني استنى اختيارك في التعليقات، اكتب 1 أو 2 أو 3. أول حاجة تغير الفريق فورا، قرار سريع ويحسسك إنك مسيطر، لكن المشكلة لو النظام نفسه ضعيف أي فريق جديد هيفشل بنفس الطريقة. هتغير الناس لكن الأخطاء هتفضل، وده اللي بيخلي المشكلة ترجع تاني بعد شهر أو 2. تاني اختيار تبني نظام تشغيل واضح الأول، وده القرار اللي المحترفين بياخدوه. أنت هنا بتحدد ببساطة مين بيعمل ايه وازاي وبأي معايير. لما النظام يبقى واضح هتقدر تحاسب وتطور، او حتى تغير الفريق بناء على ارقام. والميزه هنا انك بتعالج اصل المشكله مش اعراضها. ثالث اختيار تدريب الفريق الحالي وتحسينه، قرار منطقي لكن مش دايما كفايه. لو الفريق كويس بس تايه التدريب هيحل المشكله، لكن لو المشكله هنا في غياب النظام هتدربهم على ايه؟ هنا التدريب بدون نظام يبقى مجهود بدون نتيجه واضحه. المشكله غالبا مش في الناس، المشكله ان في ناس شغاله من غير نظام واضح يحكم الاداء. النظام القوي بيحول اي فريق من فريق المتوسط لفريق منتج. لو قررت تبدا بالنظام هنيجي هنا للسؤال المهم، بعد ما تبني النظام هتركز على الربح على الورق ولا الكاش اللي داخل فعليا في البنك؟ هستنى اجابتك في التعليقات، وده هيكون موضوع الحلقه الجايه. انا الدكتور احمد ابو المعاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك ازاي تلعبها صح.